تسريب بهيئة فضيحة وصفت بأنها الأضخم في تاريخ السوشيال ميديا ومنصة إكس أو تويتر سابقا بالخصوص، حيث فضحت بيانات شخصية لنحو 2.8 مليار سجل من البيانات الشخصية، في حين يعتقد أن منفذ هذا التسريب هو موظف استغل الفوضى التي سببتها عملية التسريحات الجماعية في الشركة مؤخرا. قرابة 400 جيجا بايت تم تسريبها، شملت معلومات مفصلة عن الحسابات مثل تواريخ إنشائها والروابط الشخصية وأماكن تواجد مستخدميها في كل أنحاء العالم، حتى إن التسريب لم يتوقف عند هذه المعلومات، بل شمل أيضاً عدد المتابعين في أعوام سابقة والتغريدات المنشورة والأدوات التي تم استخدامها لنشر هذه التغريدات. الجدير ذكره بأن أي بيان لم يصدر عن الشركة حتى الآن بشأن الواقعة، مما يطرح الأسئلة حول غياب التعليق الرسمي لحادثة بهذه الخطورة ومنصة بحجم إكس.